آلاف الحالات لا تزال تنتظر دورها لزراعة الكبد التي أصبحت شبه متوقفة بالجزائر، ما جعلت حياة هؤلاء المرضى مهددة. المرض تاعي زرع الكبد عندي سيروز افونسي. شخصها لي الطبيب تاعي، قال لي في الساعة، في اقرب وقت كيفاه دير باش تمشي للخارج. هنا في الجزائر كانوا يزرعوا ومن بعد حبسوا. هي 35 ألف دولار، ما يقابل نقولوا 800 مليون تاعنا الجزائرية. هيا من بعد عاودت موراها شهرين ثلاثة عاود تقيت بزاف. هيا دخلت في غيبوبة مدة 3 أيام. هيا كي نقلوا لها مستشفى محمد بوذية في غيزان، شو بعد تحاليل معمقة ودرت لي زاناليز وعدتي ودرت سكانر وكاع، قالوا لي باللي عندك الشريان نسد شغل تبلع. عندي لي فاريس في عرق تاع الدم اللي مؤدي الى الكبد، مما ادى الى اتلاف كل الكبد. انا دروك راني محتاج مساعده تقريبا من الدوله ومن طرف الشعب، كما نقول لك في كلتا الحالتين، خاطرش عندي زراعه الكبد والمبلغ تقريبا خيالي، ما يفوق 2 ملاير تقريبا. 4 أو 5 عمليات كحد أقصى هو ما تجريه الجزائر سنويا لعمليات زراعة الكبد. تأخر نكد المختصون أن سببه الأول غياب الإمكانيات والتكوين، كون هذه العمليات جد دقيقة. ما كان حاجة الكبدة حاجة قليلة، بالك 3 ولا 4 في العام، وهذا الشيء رانا نخدمه باش نديروا برنامج مع الأجنبيين باش يدربوا الجراحين والأطباء نتاعنا، وبالك منهم يجيو لهنا ثاني باش يعاونوا الجزائريين اللي يخدموا الخدمة. C'est une médecine compliquée, c'est une médecine lourde qui nécessite beaucoup de moyens, qui nécessite une formation. On n'a pas suffisamment anticipé il y a 20 ans, 30 ans pour former ces gens. Et puis ça... توقف عمليات الزراعة بالجزائر أمر مقلق، وخاصة زراعة الكبد التي أي تأجيل فيها يشكل خطرا وتهديدا على حياة المريض.